ومن فتره قريبه بس عرفت انه انضم لمجموعه مغامرين، بس للاسف وصل لها خبر انه مات في الهويه خلاص. عشان كده هي عايزاه يوديها نفس المكان عشان هي عايزه تشوف بنفسها اخر مكان لايت كان موجود فيه وهو عايش. جورو بيحذرها ان حاجه زي دي فيها خطوره كبيره، بس مي بتقول انها مستعده تدفع له عشان يساعدها، وكل اللي في الاوضه بيتصدموا لما مي بتفتح شنطه مليانه ذهب. بس جورو بيلاقي ان الموضوع غريب شويه ولسه بيكون مش مصدق ان لايت مليانه نبيله، وغريب انها تدفع له المبلغ ده كله لمجرد انه يروح معاها. وبيفكر شويه بيقول حتى لو كان فخ هو عارف ان بنت لوحدها مش بتمثل تهديد كبير، عشان كده بيقرر انه يوافق على الصفقه، وبيقول ان الفلوس مش هي العامل الاساسي، هو بيعمل كده عشان لايت كان زي اخوه بالظبط. وجورو بعدها بيفتخر بمركزه وبيقول لها انها بتبص لقائد قبيله الذئاب المستقبلي وانها جمع احسن شله من رجالته، ويروح معاها في متاهه لاعمق مكان في الهويه. مي بتبتسم وبتشكره والدموع مليانه في عينيها، وطول الوقت عماله تمثل عشان جورو يبلع الطعم. جورو وشريته بعدها بيقضوا شهر كامل عشان يوصلوا للجزء ده من الهويه، ومي بتمثل ان هي مجهده وعاجزه تماما، وجورو على الناحيه الثانيه بيبقى واثق ان دي هتبقى شغلها سهله وانه يتاكد انها توصل لهدفها من غير خدش واحد، وده بس عشان ينتقم منها فوق قبر لايت. وبعدها بيوصلوا للمكان اللي المفروض لايت مات فيه، وجورو بيقول لها ان مجموعه من الوحوش هجمت عليهم غدر وقطعت لايت، وبعد كده للاسف وقع في فخ انتقال اني وما شفناهوش تاني. مي بتكمل تمثيلها وبتبدا تعيط على لايت، فجورو بيعتذر لها وبيشرح لها ان الهجوم كان مفاجئ ليهم كلهم، وللاسف ما عرفوش يتصرفوا في الوقت المناسب، وهو بيتكلم بقى الشله بتاعته بيقطعوا طريق الهروب الوحيد، وجورو بيستعد عشان يبدا التمثيليه بتاعته واستفرد بيها. لكن مي وهي بتعيط على لايت بتقول ان قلبها بيتقطع بجد عشانه، وان بعد كل التعب ده وصل للمنتهى القذره الكئيبه دي، وده عشان يتخيل من شويه زباله زيهم، وكمان يتضرب ضرب مبرح لحد ما كان فاضله تكه ويموت، وبتتمنى لو كانت دخلت خدمته بدل عن كده شويه. جورو فجاه بيرجع لورا على طول وهو خايف، وبيكون مستغرب منها وبيقول لها عرفت الكلام ده منين، ومفيش حد يعرف الحكايه دي غير كام واحد يتعدى على الصوابع، وهم بقى اعضاء اتحاد القبائل وكام شخصيه كبيره من كل بلد. جورو بيسالها انت مين وبتشتغل لمين بالظبط، وبيكون عاوز يعرف لو في قبيله ثانيه بعتها تتجسس عليه. مي بتقف شويه وتوضح ان ولها كله لسيدها لايت، ولو هو مصر انه ينشر في الخديعه بتاعته هتعرفه تمامه، وده بعد ما تخلص عليه ومسارينه تبقى على الارض. وهي بتقوم بيتها لوحدها بتخلي الكل مرعوب. جورو مش فاهم ولا حاسس بالخوف منها، بس بيفكر نفسه انها مجرد بنت بشريه مش اكتر، حاجه زباله يتسلوا بيها كده وبعدها يبيعوها، بس الموضوع مش منطقي، انا ليه خايف منها؟ ولما بيبص في عينها جورو بيدرك انه مات خلاص. بس قبل ما تعمل اي حاجه لايت بيتكلم فجاه وبيطلب منها تهدى شويه عشان جورو ده هو اللي هيلعب بيه. مي بتنفذ اوامر على طول، ووحوش الاتحاد بيتصدموا لما بيشوفوا عيل زيه في قلب الهويه، وده عشان مفيش اي طريقه لبني ادم يوصل للمكان ده، والكل عمال يسال مين ده وجاي هنا ازاي، بس جورو بيفضل متسمر في مكانه وهو باصص على لايت، وبيكون مش مصدق اللي شايفاه عينيه. لايت بيقرر يكشف عن وشه وبيكشف عن اكبر كابوس لجورو في حياته. الخوف بيتحول لغضب بسرعه لما بيدرك انه لسه عايش، بس لايت بيسلم عليه بابتسامه بريئه وبيقول له انه هنا عشان ياخد بالطار اللي ليه من 3 سنين فاتوا. وحوش الاتحاد باين عليهم انهم متلخبطين خالص من الموقف اللي بيحصل، بس جورو بيحاول يحافظ على ضوءه وبيضحك، وبيقول للايت انه مش مصدق انه لسه عايش، وكمان بيتريق عليه وبيفضل يستهزأ بيه، وبيقول حاجه مضحكه ان بشر من المستوى ال 15 جاي لحد هنا عشان ياخد بطاره من واحد مستوى 150. جورو بيضحك بصوت عالي وبيقول انه مبسوط قوي ان البني ادمين دايما اغبياء، وهو مش عارف ازاي عيل زي ده عرف يعيش هنا، بس بياكد له انه عمل غلطه كبيره لما وراه وشه مره ثانيه، ولو قتل دلوقتي ورجع بجثته اكيد هيبقى ملك الوحوش. لايت بيكون مصدوم من غبائه وبيساله مش عايز تعرف ازاي انا لسه عايش ولا ايه علاقتي بمي. جورو بيقول له عندك حق، انا ما قدرتش اعرف قد ايه البنت الغريبه دي قويه، بس ده مش مهم عشان 2 بشر زيهم مش عارفين يعملوا حاجه قصاد مجموعه من وحوش الاتحاد، ده غير ان كل اللي معاه مستواهم فوق 130، وهو مجرد بشر عادي بموهبه ملهاش لازمه، وبيترم مع ان هو لسه عايش عشان البنت دي انقذته. لايت مش بينكر الكلام ده لانه حصل فعلا، بس جورو مش بيضيع وقت اكتر من كده، بيبعت الشله بتاعته تهجم عليه، بس مجرد ما كلهم بيهجموا عليه راسهم كلها بتطير في اقل من ثانيه، وده بفضل مي حامد سيدها. جورو والباقيين بيكونوا في حاله صدمه، وده عشان ما شافوش اللي حصل من سرعه الحركه. مي بتحذرهم ان اي حد هيتجرأ على سيدها يدفع الثمن براسه، بس بعدها نظرتها اللي بتخوف دي بتختفي على طول، وده عشان لايت بيشكرها ويطلب منها تسد اي مخرج. مي بتتوتر شويه بس بتنفذ امره على طول، وبتقول ان محدش هيعرف يهرب من المكان ده طول ما هي موجوده. وحوش الاتحاد بيتوتروا بس جورو بيطلب منهم يهدوا شويه، وبيشرح ان دي كانت هجمه غدر وحركات رخيصه، ودي الطريقه الوحيده اللي ممكن واحد اقل منهم يهزمهم بيها. لايت بيقول له باين عليك ما اتغيرتش السنين دي كلها ولسه مقتنع ان البني ادمين اقل منهم، وبيساله لو ما فكرش ان الوحوش ممكن يكونوا هم الاضعف، بس جورو بيكون مصمم على كلامه والبني ادمين ضعاف، ومصدر المنى بتاعهم صغير عشان كده كل مستوياتهم زباله، وبيقرر يوريهم القوه الحقيقيه عامله ازاي، وبيكشف جورو عن مستواه. بنعرف انه في المستوى 158. لايت بيقول بكل هدوء ان المستويات اللي بتحققها كل سلاله بتختلف عن الثانيه، وبسبب اختلاف المستويات الفطري ده خلى في احتكار منتشر للبني ادمين. جورو بياكد فعلا على كلامه وبيقول ان وحوش الاتحاد في اعلى السلسله الغذائيه، وده فوق مستوى قدرات البني ادمين بكتير جدا. لايت بيساله ازاي بس ده في الحاله دي في 2 من رجالتك ماتوا دلوقتي. جورو مش عارف يرد يقول له ايه، وبيقول انهم احتمال يستخدموا اداه سحريه او حاجه زي كده. جورو بيتضايق من طريقه لايت وبيبص عليه، فبيقرر انه يهجم عليه مره واحده هو وشلته، لكن لايت بيهزمهم بكل سهوله من غير اي مجهود، وبيبص لهم باحتقار وبيسالهم خلصتوا كده ولا ايه. جورو بيقوم ببطء وهو بيغلي من الغضب، وبيفكروا انه احسن من بني ادم غبي زيه 100 مره، والمره دي بدل ما بيهجم عليه جورو بيطلع كره سحريه، وبيقول للايت انه يشيل الضحكه دي من على وشه، ومن غير ما يضيع ثانيه بيرمي الكره على الارض، وده عشان يستدعي وحش الماشين فينرر واللي بيخلي المكان كله يتهز حرفيا. جورو بيضحك بثقه وبيقول ان ده الورقه الرابحه بتاعته، وكل اللي في شيله جورو
وجورو بيكونوا مبهورين لما بيشوفوا السلاح السري ده، بس لايت بيتنهد بخيبه امل تاني وبيقول ان مستوى 500 ده ضعيف بشكل مزري. وطبعا جورو بيفترض انه اتجنن لما بيقول حاجه زي دي وبيطلب منه يتوسل لحياته وعايزه انه يصرخ بالظبط زي ما عمل من 3 سنين. بس لايت بيطلب منه بكل بساطه وبيقول له هات اللي عندك وبيقول انه مش هيتحرك خطوه واحده من مكانه ويعمل اللي هو عايزه. جورو بيتضايق من عناد لايت وبيقرر انه يخلي الوحش بتاعه يمحي من الوجود وخلاص. فينرر بيهاجم على طول بقوته المدمره وجورو متاكد ان ضربه زي دي كفيله تعمل مشاوي من اي بني ادم، بس بيبلع كلامه تاني لما بيشوف لايت واقف قدامه من غير ولا خدش وبيكون جورو متسمر في مكانه في حاله صدمه. ولايت بيقول له بكل برود انه سمى الهجمه اللي فاتت دي اسم ضخم جدا وفي الاخر ما عملتش اي حاجه غير انها عملت شويه تراب حرفيا. جورو لسه بيحاول يستوعب ان لايت عنده القوه دي كلها وقدر يصد هجمه وحش من مستوى ال 500. وساعتها لايت بيقرر ان يجي دوره دلوقتي وبيقول له تسميه الكلب المسكين ده في فينرر ده بيدي انطباع غلط للناس، عشان كده هو هيوريه النسخه الاصليه. وفجاه بيطلع كارت نادر جدا وبيطلق اله الذئب البدائي فينرير وبيكون مستواه 9000. الكل واقف مشلول في مكانه محدش مصدق اللي بيحصل. ولايت بيطلب من فرير بتاعه يقتل استدعاء جورو من غير ما يتحرك. اله الذئب بيطلع ريح برد خفيفه واللي بتجمد الوحش بتاع جورو بالكامل وبتفتح حتت صغيره. جورو هنا بيتصدم وبيرجع لورا من الخوف وهو مدرك ان لايت عنده وحش قوي جدا لدرجه انه قدر يمحي وحش من المستوى ال 500 في طرفه عين، والثقه اللي كانت عنده قبل كده بتختفي تماما. ولايت بيقول له انه كان ممكن يتعامل مع الوحش ده بنفسه بكل سهوله. واثناء ما جورو بيكون مرتبك لايت بيقرر يوريه مستواه الحقيقي وجورو بيتصدم لما بيعرف ان في مستوى 4 تسعات وقفل اللعبه حرفيا. الكل بيبقى مذهول عشان الحد الاقصى مستوى البني ادمين هو 100 وان حاجه زي كده في الطبيعي مستحيل انها تحصل. جورو بيقول له هو متوتر انه اكيد نصاب او شخص تاني وده عشان شكله بالظبط زي ما كان من 3 سنين ما اتغيرش، واي بني ادم طبيعي كان المفروض يكون كبر لحد دلوقتي. لايت بيشرح له انه لابس صور الشباب اللي بيمنعوا من الشيخوخه وبيستخدمه عشان يفكر نفسه بكل الالم والغضب واليأس بتاع زمان. الحقيقه بتظهر اخيرا لجورو وبيدرك ان الوحش اللي قدامه ده هو لايت بجد وده معناه انه مات خلاص. ومن غير اي تردد بيرمي اسلحته فجاه وبينحني قدام لايت ويتوسل لطلب المغفره. وجورو بيشرح بكل يأس ان ما كانش عنده خيار تاني وكان لازم يتبع امر الاتحاد وانه ما كانش عايز يأذيه ابدا وانه كان بيحبه. والله زي ما بقول لك كده. وبيحاول يلوم الكل على اي حاجه لدرجه انه بيقول ان الخطه بتاعت النهارده دي ما كانتش خطته ولا حاجه، دي شيلته هي اللي خططوا ليها لوحدهم. وحوش الاتحاد مش مبسوطين خالص من كلام جورو، بس جورو بيسكتهم وبيتكلم مع لايت وبيقول له صحيح ان هو خان ثقته بس هم قضوا اوقات حلوه كتير مع بعض. لايت بيتجاهل كل كلامه ده وبيقول له انه عايز يعرف كل حاجه عن موضوع المايسترو ذكره من 3 سنين وعايز يعرف ليه الحكومه حريصه قوي انها تلاقي المايسترو. وجورو بيشرح له هو متوتر ان كل اللي هم قالوه انهم بيدوروا على المايسترو وان هو ما يعرفش اي حاجه تانيه وما عندوش اي معلومه. ولايت بيسالوا ليه حاولوا يقتلوه اول لما عرفوا ان هو مش مايسترو، بس جورو بيتلكلك في الكلام وبيقول له انه ما يعرفش اي حاجه. وبقى وحوش الاتحاد بيبداوا يكذبوا من كتر الخوف وبيقولوا ان هم اللي عندهم الاجابات اللي لايت محتاجها، لكن في ثواني المعدوده مي بتقطع اجسامهم تماما وبتقول ان اي محاوله لاخداع سيدها تتقابل بحكم الاعدام. جورو بيتوتر جدا لما بيدرك ان هو الوحيد اللي لسه عايش. ولايت بيقرر يساله سؤال واحد كمان وبيساله لو بيعتقد ان هم ممكن يكسبوا لو بداوا حرب ضد العالم اللي فوق وده بناء على اللي شافه من قوتهم يعني. ولايت بيحذره ما يكدبش قبل ما يبدا وده عشان مي عندها عين الحقيقه اللي تقدر تشوف بيها كل حاجه. جورو بيعترف وهو خايف تماما ان المعركه هتكون لصالحه في البدايه وده طبعا نظرا للكم الهائل من القوه اللي عنده، بس مع ذلك مهما كان مستواه عالي هو شخص واحد بس والدول المختلفه في العالم قضت سنين كتير بتخزن اسلحه ودروع وادوات خاصه ولو جمع كل ده ضده هو ممكن يلاقي صعوبه. لايت بيقبل اجابته بسهوله وبيقولوا ان ده بالظبط اللي كان متوقعه وده عشان الشخص الواحد ما يقدرش يعمل كتير في ساحه المعركه وبيعرف انه لسه عنده اسئله ثانيه، بس بيقرر ينتقل عن بعد اول باستخدام كارت الانتقال بتاعه. جورو بيستعد وهو خايف اول ما بيفتح عينه بيدرك انه في قصر كبير عمره ما شافه قبل كده. الجيش كله من الوحوش والتنانين والجنيات والخوادم والانواع التانيه بتنحني عند وصول لايت وهي بتظهر احترام لسيدها. جورو بيبقى مشلول تماما وهو بيتفرج على لايت وهو قاعد على العرش وبيطلب من الجميع يقوموا ويعرضوا احصائياتهم. كل انواع الوحوش المختلفه بتعرض احصائياتها وبتكشف عن مستويات مختلفه قويه جدا وفوق كل ده مي ونازونا وايلي وايوكي وكلهم مستواهم 4 تسعات. لايت بيقول لجورو ان دي القوات اللي جمعتها على مدار ال3 سنين اللي فاتوا. فرو جورو بيتحول للون الرمادي على طول وهو باين عليه انه مرعوب اكتر من اي وقت تاني. لايت بيبتسم بكل بساطه وبيقرر يساله السؤال تاني وعايز يعرف لو عنده فرصه للفوز لو دخل في حرب مع دول العالم اللي فوق. جورو مش قادر يجمع شجاعته عشان يتكلم بس وشه بيقول للايت كل اللي محتاج يعرفه. لايت بيهنيه بيقول انه كسب مكافاه وهو انه يتعذب في الم ويأس اسوأ بكتير من الموت. ساعتها جورو بيدرك ان هو واتحاد القبائل هم اللي ولدوا الوحش ده اللي يقدر ينهي العالم في حركه واحده من ايده. وجورو دموعه بتنزل من عينيه وبيساله لو بيحاول يبقى اله. لايت بيقول بكل بساطه الكلمه دي عجباه بس في حد بيخبي عليه الحقيقه الاسباب يا اما كويسه او شريره وسواء ياخد طريق انه يبقى اله او ملك الشياطين ده بيعتمد على الاجابه دي. وبعد كل ده موهبته ممكن تخلي الحياه جنه ونعيم او يغرق كل حاجه في الموت والظلمات. العالم عنده فرصه يثبت ايه اللي يستحقه عن طريق الاجابه على السؤال اللي طرحه. ودلوقتي هتبدا مسيرته من الهويه للسطح ولحد هنا بيخلص الجزء ده من الانمي بتاعنا. لو عجبك انزل فجر زر اللايك تحت وقول لي رايك في الانمي تحت في الكومنتات.